تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم يا أحبة في الديوانية الأسبوعية، وسدد ربي على طريق الخير خطاي وخطاكم. والآن مع الخاطرة التي سيلقيها علينا الشيخ أحمد له، فليتفضل بما أجاد وأفاد مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هذه من الدواوين اللي أحب أني آتيها مهما كان الظرف بالنسبة لي. إذا دعيت إليها فأنا أتيها يعني محبة وشوقا ورغبة. أي والله لما أشوف هذه الوجوه الطيبة وهالشباب ما شاء الله المملوئين حيوية ونشاط والتزام بإذن الله سبحانه وتعالى، أحسبكم الله حسيبكم. فدعائي لكم بالتوفيق والسداد والثبات. هنيئا ما أنتم فيه وما شغلتم فيه مما شغل الناس فيه. الناس في مثل هذه يعني الأوقات، يعني قبل شوي مريت على ديوانية مرور يعني أسمع من صوت الموسيقى خارج الديوانية، قلت سبحان الله، شتان ناس مجتمعين على ذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، يرجون ما عند الله، والله سبحانه وتعالى يحفهم بملائكته. الملائكة الآن تحفنا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والسكينة تتنزل والرحمات، وفي آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم هذا الفضل وهذا الخير، وأسأل الله تبارك وتعالى ولكم القبول. في الحقيقة كما سمعتم أو قرأتم في عنوان هذه الخاطرة، هي جزء من آية في سورة القصص، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الكلام قاله الناصحون من قوم موسى عليه الصلاة والسلام. قالوه لمن؟ قالوه قالوه لقارون. قارون كان فيه طغيان، وهو يعتبر رمز للطغيان في المال. إذا كان فرعون رمز للطغيان في السياسة، فإن رمز الطغيان في المال هو قارون. وتقرأ في كتب التفسير أن قارون ابن عم موسى عليه السلام، ولد عمه، يعني جدهم واحد. موسى وقارون جدهما واحد، ولد عمه. لكن سبحان الله، سبحان الذي فتن قارون. ويقال أن حتى قارون أنه كان صوته جميل حتى بالتوراة، وكان يسمى المنور، لكنه فتن في هذا المال ولم يؤمن برسالة موسى عليه الصلاة والسلام. قارون عنده مال عظيم كبير كثير،
الله جل وعلا أخبرنا عن مفاتيح خزائنه، مفاتيح الخزائن. يقول سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن تثقل على الرجال الأشداء، وفي الغالب أيهما أثمن؟ يعني مفتاح الخزنة ولا ما في داخل الخزنة؟ ما في داخل الخزنة. الحين أيوه يعني أثمن عندك، بوكك ولا اللي داخل بوكك؟ اللي داخل بوك، واللي بوكه فاضي في عندك كريدت مثلا ولا كرت، واللي ما عنده كريدت ولا كرت الله يعينه. لكن في الغالب تكون المحفظة أقل قيمة ما في داخلها، وكذلك المفاتيح هي أقل قيمة لكن فيها إشارة إلى هذا الثقل. هذا الثقل علامة على ما في هذه الكنوز من الأموال التي يعني كأن في القرآن هذه مفاتيح خزائن قارون، وأنت عاد قيس وتخيل ما فيها من كنوز وذهب وأشياء عظيمة. هذا قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا النهي منهم لقارون نهي مخصوص، فرح مخصوص. لا تفرح، الفرح الذي يقودك إلى البطر وعدم شكر الله سبحانه وتعالى، ويقودك إلى الطغيان والتجبر والتكبر على خلق الله والوقوع في المعاصي والآثام. هذا هو النهي. وإلا الفرح في شريعتنا جائز أم غير جائز؟ لا مو صحيح. غير جائز هم مو صحيح. في تفصيل. تفرح بماذا؟ تفرح بالمباح بما أحل الله لك سبحانه وتعالى فهذا جائز. تفرح بالمعصية والمخالفة هذا محرم. بل إن هناك فرح ليس فقط مباح أو جائز، هناك فرح ممدوح شرعا، وجاء في قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، بالإيمان والقرآن، بهذا تفرح. الله يقول لك جل وعلا افرح. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يخبرنا بهذا فقال: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشاهد قال هؤلاء الناصحون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح الفرح اللي فيه إن البطر ويقود الإثم والعصيان والتجبر والطغيان. إن الله لا يحب الفرحين. ثم نصحوه بأوامر: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قالوا له: وابتغ فيما آتاك من؟ الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا قارون، هذا الذي عندك من المال والكنوز والذهب والأشياء الكثيرة الغالية هي ممن؟ من الله. قال الشيخ قبل شوي الشيخ يحيى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. شوف إيتاء. وهنا قال فيما آتاك الله، هذا من الله جل وعلا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير سبحانك وبحمدك إنك على كل شيء قدير. ولاحظ في مقابل تؤتي قال جل وعلا: تنزع، لأن اللي عنده الملك يعني ماسك فيه ينزع منه نزعا، ما حد يقبل يعني. والنازعات غرقا فيها شبه، يعني شلون الروح تنتزع نزعا، الملك ينتزع ونزعا، ما حد يسلم في ملكه، وهذه فطرة.
تؤتي الملك من تشاء وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الذي آتاك الله من هذا المال يا قارون ابتغي فيه الدار الآخرة، اجعله وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى، اجعله وسيلة للثواب والأجور والحسنات وجسرا تعبر به إلى كل خير بالصدقات والخيرات، دعم المشاريع، دعم الحلقات، كفالة الأيتام، كفالة الدعاة، حفر الآبار، قل ما شئت من أبواب الخير. الذي آتاك الله جل وعلا هذا المال كما قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله أعطاك المال، استخلفك في هذا المال، أنفق. المال مال الله. والعجيب أن في الصدقة وفي دفع المال في الخيرات الله سبحانه وتعالى هو الغني جل وعلا. الله يعطيك المال ويحثك على الصدقة، وأجرها لمن؟ لي أنا، أجرها لي وأثرها على الجميع من المساكين والفقراء والمحتاجين، أو إذا قلنا الدعاة والمصلحين وحلقات القرآن، فهذا كله خير، هذا كله خير. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني قال بعض المفسرين لما كلموه يعني الناصحون يعني هذا المال ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بعدين خفوا عليه بالكلام يعني ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني الواعظ والداعي الله سبحانه وتعالى لابد يكون خطابه فيه موازنة وفي اتزان، ينصح الناس تصدق، عندك فلوس، عندك أموال، فلوس مال الله لا بجهدك ولا بتعب، طيب بتصدق أنا إن شاء الله بس بالنصيحة بالتي هي أحسن، وقول له الله جل وعلا أعطاك تصدق ما أعطاك الله وتمتع بالحلال. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك من الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب والعقارات في الحلال والأسهم في الحلال، لا تنسى نصيبك، هذا نصيبك. شوف الله سماه نصيب، يعني هذا حظ مقسوم لك ومباح لك كما قال ابن عاشور. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم عاد رد مثلا الدعاة يلعب فيك يزفك ويضحكك ويزفك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. تنوع في الخطاب، وأحسن كما أحسن الله إليك. ترى مرات لما تكلم إنسان تقول له تحاول ترغبه أو ترهبه يمكن ما يتفاعل معك كثر ما تخاطب المشاعر، تذكره بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وأحسن كما أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى أحسن علينا جميعا، أحسن على كل خلقه سبحانه وتعالى. إحسان وأي إحسان. شتعد شتخلي عقل، جسد، عين، لسان تتكلم، قوة، عافية، إدراك، والدين، أولاد، مسكن، وأعظم من هذا كله أن هداك للإسلام. إسلام الله جل وعلا أعطاك إياه. كلامي للمسلمين الآن، تخيلوا يا شباب هذا الكوكب احنا عايشين عليه كم يقدر الآن سكان الكوكب؟ 7 مليار يمكن 7 مليار. المسلمون من هؤلاء صلنا 2 مليار، قالوا 2 مليار. قبل كنا يقول يا أمة المليار، الحين يا أمة 2 مليار. عاد الله يهداهم، هو عدد إن شاء الله في بركة، الله المستعان. 2 مليار كم يشكل من 7 مليار؟ ثلث تقريبا، الثلث أكثر من الثلث. أحسنت، لقينا ثلث يعني 6 هم يعني خلينا نقول 1.7 يمكن. فالشاهد هؤلاء قلة، الله جل وعلا جعلنا من القلة، والباقي 5 مليار ليسوا على الهداية. في إحسان أعظم من هذا من الله علينا سبحانه وتعالى؟ إحسان وأي إحسان. وروح وانت ماشي، أمان، عافية،
عافية، مأكل، مشرب، وكل إنسان له نعمه الخاصة. هناك نعم مشتركة وكل إنسان له نعمه الخاصة. في المقابل ما دوري أنا. الكلام كان موجه لقارون، لكن يا شباب القرآن الله جل وعلا أنزله لكل زمان ومكان. الخطاب مو قصة سالفة بين قارون وقوم موسى وانصحوه، لا، هذا الخطاب يشمل الجميع إلى يوم القيامة. فالخطاب كما يقول علماء أهل التفسير وعلماء علوم القرآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كان الخطاب أو السبب في أمر محدد ومعين، لكن الآية عامة تعم جميع الناس. وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن يا أحمد كما أحسن الله إليك. أشياء أنا أعرفها في نفسي. أحسن يا طلال، أحسن يا شيخ عوض، أحسن يا أبو علي، أحسن يا فلان، أحسن يا فلان. أحسنوا كما أحسن الله إليكم. الله سبحانه وتعالى أعطاكم الإيمان والقرآن والدين، تستبدلون هذا بماذا؟ بماذا تستبدل هذا بماذا؟ أين إحسانك في عبادتك؟ أين إحسانك في صلاتك؟ أين إحسانك في خلواتك؟ أين إحسانك مع المسلمين، مع خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين؟ أين إحسانك في كذا وفي كذا وفي كذا؟ أحسن. والله جل وعلا ذكر في هذه الآية وأحسن كما أحسن الله إليك. هنا يأتي السؤال، وأحسن، أحسن في ماذا؟ هل بين الله سبحانه وتعالى مجال الإحسان؟ ما بين. أحسن مطلق، أحسن في كل شيء كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه الآية تحتاج إلى أو هذا الجزء من هذه الآية يحتاج الواحد فينا يتفكر وينظر ويتأمل. وهذا يا إخواني من العبادات التي يحب الله سبحانه وتعالى، لما يشوف عبده يعني مستحم منه سبحانه وتعالى. الحياء من الله، كيف يكون الحياء من الله؟ لما يرى الإنسان نعم الله وإحسان الله عليه نازل الذي لا يعد ولا يحصى، ويرى من قبله التقصير والتفريط والبطء في طاعة الله، وفي المقابل السرعة في معصية الله. والمكان الذي يأمر الله سبحانه وتعالى أن يتواجد فيه يفقد، والمكان الذي يأمر الله سبحانه وتعالى أن لا يكون فيه موجود. في المسجد مفقود، في مكان الخطأ والمعصية موجود. لما هذا؟ وين وأحسن كما أحسن الله إليك؟ هل يصلح الآن لو أن يمكن يعني الله يرزقكم إن شاء الله ذرية صالحة تزوجون، لكن لو أن والد يعرف الدكتور والمشايخ للآباء، لو أن والد أعطى ابنه سيارة مثلا، أو أعطاه خرجي، أعطاه مصروف، يعني مصروف، وشوف الولد يلعب في المصروف ولا السيارة، يعني شو يقولون جلد وجلدك جرة على الشوك، سيارة مدافع فيها شيء، المطبة يضربها ضرب الرصيف، مدافع شيء من جيبه، خلي يدش الجامعة يعطونكم إن شاء الله الإعانة ونسحب الفلوس منكم إن شاء الله. موجودين الله يحفظهم، كلهم خير وبركة. كلهم خير وبركة. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. الشاهد الوالد يعطي ابنه مثل هذا يحسن إليه، ثم أن هذا الولد ما يحس ولا يهتم لا بسيارة لا مصروف لا. شنو شعور الوالد؟ أنا أقول لك والد يحزن صراحة، يقول ليش ما يقدر، ليش ما يقدر. طيب مو والد، أنت صاحبك وصديقك تخصه بأمر، تخصه بوجبة، تعزمه على قهوة، تعزمه على كاكاو، تعزمه على عصير، ثم بعدين
ياخذ العصير ويحطه ويسولف ويخليه ولا يشرب منه ولا شيء. ما يحز بخاطرك؟ يحز بخاطرك. أنا الحين شايل لك عصير، قهوة، هدية، اشرب عن خاطري. سبحان الله العظيم، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، ولله المثل الأعلى جل وعلا. أحسن كما أحسن الله إليك. فهذا الشعور وهذا الإحساس دافع إلى الطاعات والصالحات وإلى تتبع مراضي الله سبحانه وتعالى. فهمي من أستيقظ كيف يرضى الله عني. اليوم إن شاء الله صلوات الخمس في المسجد، الحمد لله رب العالمين. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لم أرى معصية قصدا، إن كان خطأ فأنا أصرف نظري عنها. الحمد لله. اليوم مثلا تصدقت. اليوم مثلا صليت على جنازة، أن حصل لي فرصة. اليوم مثلا لم أتأخر في طاعتي لوالدي أو والدتي. اليوم كذا أتتبع مراضي الله، كيف يرضى الله عني. اليوم سعيت في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نظمت درسا، نشرت درسا، نصحت أخا، دعوت أخا إلى هذا الدرس. اليوم ما يفوت، ما يطوف علي اليوم. لابد ولله سبحانه وتعالى مني ما يحبه جل وعلا. لو كنا مثلا في مكان مؤسسة حكومية أو في عمل، وقلنا ترى يا جماعة في كاميرات، وهالكاميرات ترى تصوير لايف مع الأمير مباشرة، قاعد يشوفكم ويشوف كل واحد شلون شغله وشلون ترتيبه وشلون أداءه وشلون عمله، وبعدها راح يكافئ المحسن والمتقن واللي مداوم واللي مبصم بصمة أولى وتواجد أبد، يبصم أبد الكل، راح يكافئ الجميع. كيف سيكون حال الموظفين؟ صديق الآخر اجتهاد على الآخر وعمل ونفسية حلوة ومنشرحة، لأنه يحس أن هناك مراقبة من أمير البلاد، وأنه قاعد يطالع وأنه معاه، كأنه معاه. شيء حلو ولا مو حلو؟ شيء حلو. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يراك في كل لحظة، وأنت تفكر كيف ترضيه، كيف أرضي الله سبحانه وتعالى. أوامر ما أتخلف، نواهي ما أقتحم ولا أتقحم معصية أو مخالفة، أدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا وهكذا وهكذا. المجال مفتوح. أحسن كما أحسن الله إليك، وأبشر إذا أحسنت كما أحسن الله إليك، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المحسنين بماذا؟ وعدهم بالجنة والنعيم المقيم، وأعظم ما في الجنة رؤيته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من أحسن فله الحسنى من الله وهي الجنة، والزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة كما قال علماء التفسير من أهل السنة والجماعة، الزيادة هي النظر ورؤية الله سبحانه وتعالى، هذه هي الزيادة، كما جاءت في سورة قاف. تذكر الآية شيخ؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ويدخلها بالسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد. ولدينا مزيد. المزيد هنا المراد بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا هنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولدينا مزيد. فالزيادة هنا وهناك بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم نعمة. ربك الذي عبدته وخفته وأحببته طوال حياتك، يأذن لك الله سبحانه وتعالى أن تراه ويكشف لك الحجاب، كما جاء في الحديث الصحيحة في البخاري ومسلم. حديث ارجعوا له يوم المزيد. إن في الجنة هناك سوق يسمى سوق الجمعة أو يوم الجمعة، مو سوق الجمعة مال هذا دايخ، لا. في ذلك اليوم ينادى أهل الجنة: إن ربكم يستزيركم أو يستزوركم، يطلب زيارتكم، فحي هلا. الله أكبر.
اقرأ لوحدك وعش، ومن نفسك أن تحظى بهذا النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم ذلك النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فجائزة الإحسان منك أيها العبد أن يحسن الله إليك بإدخالك الجنة والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهو قال جل وعلا في سورة الرحمن: أحسنت، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان منك أيها العبد إلا أن نحسن إليك؟ الله يحسن إليك سبحانه وتعالى بعد أن أحسنت في طاعتك لله سبحانه وتعالى، في عبادتك، في خوفك منه، في حبك إياه، في الرجاء منه سبحانه وتعالى، في الإحسان إلى خلق الله. احنا يا أخوان يعني في خلل لابد أن نحيي ونصحح هذا الخلل. الناس قاعدة تعاني من سوء الأخلاق، ويعني سوء الخلق شيء غير مرغوب يا جماعة وغير محبوب. بحاجة أن نحيي بين الناس في أنفسنا أولا حسن الخلق، أن نربي أنفسنا. لابد يا شباب كل واحد له تربية خاصة، لابد تربي نفسك. والله أنا هذا طبعي، تحب ولا كيفك، هذه طريقتي. ما يصير يا حبيبي، طريقتك إذا كانت خطأ تصححها. تذكرون أبو ذر رضي الله عنه وارضاه؟ أبو ذر الغفاري صحابي يعني كان قوي وكان شديد وكان صادق رضي الله عنه وارضاه، ما كان يجامل. حصل خلاف بينه وبين رجل أسود يقال بلال ويقال غير بلال، فقال له: يا ابن السوداء، يعني عيره بأمه. فقال عليه الصلاة والسلام: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر السن، بهالعمر يعني يا رسول الله؟ إيه التربية شغالة معك، ما في صغير كبير، أنا والله أبو ولا جد ولا أنا ولد فلان ولا ولد علان ولا لا، الكل يتربى في دين الله سبحانه وتعالى. فيك خطأ تصحح، لابد تصحح. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في طلب للتصبر، في طلب للعفاف، في طلب للاستغناء. تصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح للصحابة ويربي الصحابة، والصحابة كانوا يربوا أنفسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك أنا أربي نفسي، أصحح نفسي. ليش الأخلاق سيئة؟ ما في طبعي، طريقتي. لا صحح ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء أن الله يرضى عليك، ابتغاء أن تكون يعني شخصية إسلامية سوية. نبي ناس شباب أسوياء، ما نبي ترى للي، نبي سوي. لا شافوها الناس حبوا الدين. شوف أهل الدين، مو بل أهل الدين، لا شوف أهل الدين. تشوف يا رب يصير ولدي مثلكم، يا رب يكون عيالي معاكم في الحلقة، ما شاء الله عليكم. على مستوى الشباب وعلى مستوى الكبار كذلك، إذا رأوك الناس حسوا أن الدنيا بخير. هذا الإسلام الصحيح، مو ظاهرك الالتزام ولسانك يقطر يعني خسة ودناءة وقذارة. أجلكم الله، ما أحب الكلام هذا لكن يؤسفني والله. يكون ظاهر الالتزام لكن لسانه بذيء، ويستطيل في أعراض المسلمين، ويتهم المسلمين، ويتهم الدعاة والمصلحين، ويؤذيهم في أعراضهم وفي ذممهم وفي 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 وفي. هل هذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الإحسان؟
إذن الإحسان المراد به في هذه الآية وأحسن كما أحسن الله إليك، كما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الإحسان إلى العباد والإحسان في طاعة الله سبحانه وتعالى على هذين المسارين. لله سبحانه وتعالى لكم المحسنين ومع خلق الله أجمع، حتى مع غير المسلم، حتى مع غير المسلم. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم، شنو الحديث؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس. أحسنت، وخالق الناس بخلق حسن. عموم الناس، الناس تشمل المسلم وغير المسلم، تشمل القريب والبعيد، تشمل الجميع. وخالق الناس بخلق حسن. يا أخوان ترى يعني تعرفون وأعرف قصص ناس تأثرت فقط بالأخلاق الحسنة. حدثني أحدهم، أنا ما بي يعني أطول عليكم. الله يجزاكم خير. إيه متأخر هي توك واصل، جزاك الله خير. الله يحييك. الله يحييك. حدثني أحدهم يقول، الكلام أظنه في السبعينات، في منطقة ما بسيب لكم إياها حتى لا يعرف الرجل. هو مشهور نوعا ما، يعني هو مشهور حيل، مشهور على الخفيف. يقول كان جارنا في المنطقة رجل مو سني، عرباوي، تمام؟ مو قدساوي، عرباوي، ما ادري ايش فيه، قانون الكراهية. يقول لا استغفر الله، هو كان عرباوي. اي نعم. يقول جارنا رجل ما شاء الله يعني قدساوي. يقول كل وقت أذان أروح المسجد القريب من بيتنا، منطقتنا. أنا كنت صغير، يقول نلعب كرة احنا في البراحة، كلام في السبعينات. وهو يمر علينا السلام عليكم ويروح. احنا صغار يقول السلام عليكم ويروح يصلي، يرجع السلام عليكم، وهذه حاله السلام عليكم سلام عليكم. يقول أخذ قلبي، يعني أحببته سبحان الله العظيم، مع أنه يعني قلت لكم أنا شنو يعني من مذهب آخر وناس مشددين شوي بعد، مو أي شيء. ذاك اليوم قلت يا أيوة أنا بقصر دشداشتي. إيه نعم. وهم بعد أبوه كان بعد حبيب، وذيك الأيام ما كان وضع محتد يعني بين القادسية والعربي، كانت الأمور طيبة. فيقول قال لي ماكو مشكلة، وسبحان الله وأقصر دشداشتي والبس الغترة بدون عقال، عاد احنا كيفنا، عاد كيف كمان، والتزم واصير مع الشباب ويهدي الله سبحانه وتعالى، وامسك مناصب في لجان خيرية، والله اجرى على ايده خيرات في افريقيا ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى ما هو مشهور، مو اللي في بالكم، ما هو مشهور، هو يحدثني سالفة بنفسه. ورضوا أهله واعتادوا عليه، وهو ما شاء الله ملتحي شاب، رجل مستقيم وكذا، وهو زوج مرة كذلك قدساوية، والأمور طيبة، إلا بقعد إخوانه وخواته لا تموا على ما هم عليه. بما كان هذا قدساوي عربي، يشيكم لحظة لا أحد يصلح قدساوي عربي، كان هذا بالأخلاق، بالسلام، بإفشاء السلام، وخالق الناس بخلق حسن. فقط سلم، فقط ابتسم، لا تسوي محاضرة ولا تتكلم. الشباب تشوفونهم بالشارع سلموا عليهم. ترى الآن الواحد يبي أحد بس يعطيه وجه، يعني والله يا جماعة كل لاهي في نفسه، بس عطى وجه بس. خلاص كم سنة؟ لا عطى وجه يا أخي يا جماعة. فيا إخواني يا أحباب، حسن الخلق، الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، على طول اصرفها إلى هذين المجالين، الإحسان إلى الخلق، عموم الخلق، والإحسان إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وامتثال الأمر واجتناب النهي، وألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. المساجد يا أخوان لابد نرجع المساجد. التساهل في الصلوات في البيوت هذا ترى أمر خطير، أمر خطير، أمر خطير. المسجد
في الحديث المسجد بيت كل تقي. المساجد الله يذكر الدكتور، بعد الدكتور أخبر كان كل شيء في المسجد شوي يعني الدراسة، الامتحانات الفاينل في المسجد، نطلب مطاعم في المسجد، ننام في المسجد، التهاوش في المسجد، مطارح في المسجد، كل شيء في المسجد. حياة 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 حياة. يعني يا أخواني إذا ودك مثلا يعني تغير جو، تشربون قهوة مع بعض ولا لا تروح كافيه، خلها في المسجد يا أخي. ما هو ممنوع، ما هو ممنوع، أنا إمام مسجد وأعرف مو ممنوع. في المسجد أكثر مكثك في المسجد تغنم، والله تغنم. يعني تصفية وراحة بال، فلا يفقدك حيث أمرك. المساجد حي على الصلاح، حي على الفلاح، التمطط والتزنقح لا، قوم صل واذكر الله والحمد لله وارجع. ذهب حسنات ورجوعك حسنات. وفي حديث صحيح صححه الشيخ الألباني له أجر عمره الذهاب إلى المسجد. وين عن هذا الأجر؟ فأحسن كما أحسن الله إليك. أخاطب نفسي بهذه الآية، وكل منا يخاطب نفسه. ارجع إلى نفسك، كلم نفسك، خاطب نفسك، حاسب نفسك، انظر إلى نفسك. نعم الله عليك كثيرة كثيرة كثيرة. كم ستر جل وعلا، كم ستر كم ستر كم ستر، كم أنعم كم أنعم كم أنعم سبحانه وتعالى. فهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ يقول جل وعلا، مع أنه سبحانه وتعالى ابتداء هو الذي أحسن. يعني الإحسان الصادر مني ترى بين إحسانين. الله جل وعلا أولا أحسن إلي بأن هداني إلى هذا الإحسان، ثم أحسن إلي بأن كافأني على هذا الإحسان، صح؟ فإحساني هذا صادر مني يسميه إحسان أو طاعة أو عبادة. ما الذي وفقني إليه أساسا؟ الله جل وعلا. فهو الذي أحسن إلي ابتداء، ثم من رحمته ولطفه جل وعلا وكافئني على ما وفقني إليه هو جل وعلا. وهذا والله من عظيم الإحسان، من عظيم الكرم وجود منه سبحانه وتعالى. هذه يعني شطوافة سريعة في هذه الآية. أسأل الله يبارك فيكم ويثبتكم ويسر علي وعليكم ويثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يحفظنا من مضلات الفتن، يحفظنا مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، ونحسن خواتيمنا إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.